واحد من أقدم الجيوش اللي قامت على الأراضي العربية واتسم بالقوة والشجاعة على مر العصور. ومن خلال الحروب اللي خاضها على مر العصور كان بيثبت لينا مدى قوته وشجاعته، وإن أرضه فعلا هي مقبرة الغزاة. وكل اللي دخلوا أرضه اتعلموا درس قوي بأن البلد مستحيل تكون ليهم، وده بسبب قوة وشجاعة الجيش المصري من بداية نشأته من 5000 سنة ولحد الآن. فالجيش المصري يعتبر أول وأقدم جيش عرفته البشرية، واللي ليه قصص كتير جدا في محاربة الأعداء وطردهم خارج البلاد. أنا حنين الغريب، ودي حكاية القصة. المصري معروف دايما بانه بيميل للسلام من بدايه خلقه ولحد الان، ومن خلال كل الحروب اللي خاضها هنلاقيه انه كان بيدافع عن نفسه، وده لان المصري القديم كان صاحب حضاره زراعيه مستقره، لان نهر النيل منحه الامن والاستقرار، وفضل وقت طويل يبني دولته. والحرب معناها الخراب للدوله. وفي بدايه الحضاره ما كانش فيه جيش موحد لمصر، لكنهم كانوا عباره عن فرق عسكريه بتدافع عن الاقاليم والعاصمه. ومن بدايه الاسره السادسه ظهرت بدايات لجيش نظامي مصري في عهد الملك بيبي الاول، واللي خاض الجيش المصري لأول معركة حقيقية في تاريخه، وكانت بقيادة القائد ويني ضد القبائل اللي كانت بتسكن فلسطين. وهنلاقي إن الجيش المصري كانت من بداية نشأته كانت ليه أخلاقه اللي بتميزه عن أي جيوش تانية همجية ومتعطشة للدماء، زي تعامله بكل تحضر مع المدنيين من الأعداء والمنشآت المدنية، مدرك بأن قوته مش في عسكريته بس لكن في سلوكه كمان. وده اللي بيأكده قائد الجيش المصري ويني عن تعامل الجيش المصري مع المدنيين من الأعداء، وبيقول: لم يشاجر أحد منهم، ولم يأخذ خبز أي مدينة، ولم يستولي أحد منهم من أي شخص على عنزة واحدة. وعلى مر العصور كانت بتزيد بطولات الجيش ده أكتر وأكتر، وبتبان قوته وشجاعته للدفاع عن أرضه ضد أي محتل. والمعروف بأن الجيش المصري خاض معارك كتير جدا، ومعظم الحروب اللي خاضها انتصر فيها، لكن في بعض الحروب اللي أثرت فينا وفضلت محفورة في أذهاننا، وده لأنها بتبين مدى القوة والشجاعة اللي اتسم بيها الجيش المصري. وفي القرن ال18 قبل الميلاد ومع نهاية الأسرة ال12 كانت في حالة من الفوضى والضعف في الدولة المصرية، وقدر الهكسوس انهم يحتلوا مصر سنة 1730 قبل الميلاد، واللي اساءوا معاملة المصريين واهانوا معابدهم. عشان كده قرر المصريين انهم يستردوا تاني حريتهم، وده باجتماع من امراء طيبة، وده كان بقيادة الملك سكن نراع اللي اسس جيش قوي يواجه به الهكسوس، لكنه مات وهو بيدافع عن وطنه هو وابنه الامير كاموس، لكن واصل من بعده ابنه الملك احمس، واللي طور اسلحة الجيش المصري ودخل العجلات الحربية لاول مرة في التاريخ، وقدر انه يقضي على الهكسوس سنة 1571 قبل الميلاد، وطردهم في اتجاه الشرق لحد ما وصل لحصن شاروهين في فلسطين، وده واحد من اهم حصون الهكسوس، وفضل محاصرهم لمده 3 سنين لحد ما استولى على الحصن ونهى عليهم بالكامل. وفي القرن ال15 قبل الميلاد وبعد تولي الملك تحتمس الثالث عرش البلاد خرج امراء اسيا عن الحكم المصري، وكونوا حلف سوري بقياده امير قادش عشان يقضوا على الجيش المصري، لكن الملك تحتمس الثالث قرر انه يفاجئهم، وخرج هو وجيشه لمدينه مجده في فلسطين، وقدر انه ينتصر عليهم في معركه مجده الشهيرة سنة 1479 قبل الميلاد، واستولى على أرضهم. وفي أواخر القرن ال11 في العصور الوسطى ظهرت الحملات الصليبية اللي شنت حروب وحملات عسكرية على العالم الإسلامي، وقدروا أنهم يسيطروا على مناطق كتيرة جدا منهم بيت المقدس. لكن في سنة 1187 ميلاديا قدر القائد صلاح الدين الأيوبي أن يهزم الصليبيين في معركة حطين، وقتل فيها عدد مهول من الصليبيين وأسر منهم عدد كبير، لدرجة دفعت ابن الأسير إلى القول بأن ساحة الحرب ظلت مرتعا للطيور الجارحة لمدة سنة، فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم أسروا أحدا، ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحدا. وكمان صلاح الدين الأيوبي قدر أنه يحرر بيت المقدس ومعظم الأراضي الإسلامية. وفي القرن ال13 حصلت معركة من أشرس المعارك اللي شهدها التاريخ، وده لأن الجيش المصري قدر أنه يرجع لدولة الخلافة الإسلامية هيبتها الضيعة، وده كان بقيادة ملك مصر سيف الدين قطز، وده لأن ملك مصر رفض التسليم للتتار والخضوع لرغبتهم، ولدرجة أنه قتل رسل التتار وعلق رؤوسهم على باب زويلة. وقدر جيش المسلمين في الانتصار على التتار سنة 1260 ميلاديا في معركة عين جالوت في فلسطين، وترجع ليهم هيبتهم بعد ما كان من الممكن أن يهلكوا من قوة التتار وعددهم المهول، ويكون الجيش المصري هو السبب لانتصار المسلمين على التتار. وفي مايو سنة 1249 ميلاديا قام الملك لويس التاسع ملك فرنسا بشن حملة صليبية على مصر، وقدر أنه يستولي فيها على مدينة دمياط، وبدأ يتحرك عشان يستولي على باقي الأراضي المصرية، لكن أمر فارس الدين أقطاي بفتح أبواب مدينة المنصورة عشان يستدرجوا الصليبيين، وفعلا دخلوا المنصورة يوم 6 ابريل سنة 1250 ميلاديا، ودارت المعركة بين الصليبيين والجيش والشعب المصري، وقدروا انهم ينتصروا في المعركة ويأسروا لويس التاسع.
وفي القرن ال15 دبر ملك قبرص هجوم عسكري مفاجئ على مدينة الإسكندرية، وبعد ما دمرها هرب هو وجنوده على جزيرة قبرص مرة تانية. لكن حاكم مصر وقتها قرر إنه يهجم على جزيرة قبرص، وفعلا كون أسطول بحر ضخم واتجه لجزيرة قبرص وبدأ يضرب عليهم هجمات عنيفة جدا، ورفع العلم المصري على الجزيرة، ورجع بملك قبرص وهو مربوط بالسلاسل، وده كان عقاب ليه على اللي عمله في اسكندرية. وفي سنة 1973 قدر الجيش المصري إنه ينتصر على اليهود في حرب أكتوبر، وده لما طمعوا في أرضنا سنة 67 ودخلوها ومفكرين إنهم ممكن ياخدوا الأرض بكل خداع. لكن وقتها الجيش المصري قدر إنه ينتصر عليهم في يوم 6 أكتوبر 1973 ويقضي على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. وتعتبر حرب أكتوبر من أهم وأشهر الحروب اللي خاضتها مصر في العصر الحديث، وإن في اليوم ده قدر المصريين إنهم يرجعوا كرامتهم من العدو الصهيوني، عشان تكون بعدها كل البطولات والإنجازات اللي عملها الجيش المصري ضد أي محتل فكر إنه يحتل بلده أو إنه يخربها مذكورة في كتب التاريخ. وإن الجيش المصري هو أقوى جيش عربي وأفريقي وواحد من أهم الجيوش الموجودة عالميا، وفي كل مرة كان بينتصر فيها الجيش المصري في أي حرب على مر العصور كان بيثبت مدى قوته وشجاعته ومكانته الموجودة من آلاف السنين، ويكونوا هم فعلا خير أجناد الأرض.